كالعادة معكم لمتابعة حلقة الليلة من أرب آيدل يلي من خلالها 3 مشتركين راحوا على منطقة الخطر و2 راح يغادرونا الليلة. وبدي أذكركم إنه المشترك يلي راح يحصل على لقب أرب آيدل راح يحصل على عقد بلاتينوم ريكوردز كاميرا وسيارة كامارو Z1 من شيفروليه. أنا بدي أعرف، بدك تكمل؟ أنا عايز أقول حاجة. أنا عايزة أعرف عن أقول أحلام. أنا حاجة الأول. معلش أنا آسف، هنعرف بعد ما أنا أقول حاجة. طيب يلا. طيب عايز أقول إن اللي عايزين يشوفوا الحلقة دي مرة تانية ممكن يشوفوها على شاهد.net. بس هو ده اللي كنت عايز أقوله. أوكي، ست أحلام، أنا بدي أعرف رأيك بالأوضاع تبع حلقة الليلة، شو رأيك؟ نصايحك للمشتركين، معنوياتك. احنا اليوم طايرين بجمال نانسي عجرم على المسرح. حبيبتي مجدي، مبسوطين فيها قد الدنيا، لكن في نفس الوقت زعلانين على اللي بيطلعوا اليوم. انا احس اني انا اليوم داون، ما اعرف ليش، يعني مكتئبة. اوكي. احس اني مكتئبة، احس اني زعلانة. كل ما يطلع واحد اقول لا هذا بيطلع، وبدي افرح لهذول وبدي ازعل لهذول، ما اعرف. اليوم الوضع جدا، خصوصا ان في 2 راح يغادرونا. بالضبط. ما ادري، انا شويه مش في المود، يمكن سوري يعني، بس احس انه اي واحد فيهم بيطلع، هم كلهم غالين علينا. اي واحد فيهم بيطلع ابغى اقول لهم انه مشوار 1000 ميل يبتدي بميل او بخطوه. انتوا عديتوا 1000 ميل بMBC، اكبر قناه عربيه، اهم شاشه عربيه على مستوى العالم. اليوم طلعتوا فيها وقدمتوا، صار عندكم جمهور، صار عندكم فولورز، صار عندكم ناس تتبعكم وتحبكم. الله يوفقهم، بس احنا وي ويل ميس ذم، يعني بنفتقدهم بكره كثير. جمهور صوتوا لهم. شكرا أحلام. حسن. أنا زعلان يعني، طبعا مبسوطين بنانسي والبرفورمانس الرهيب اللي كان موجود النهارده. وبقول لأنابيلا، انت كنت بتقولي لاحمد مفيش غير ورده واحده، كان في بتاع 500,000 ورده من شويه. أنا حسن بس طلعت نانسي مع الورود ضاعت. انت مزوقه. انا من اليوم ورايح رح اطلع نهار الجمعه، من سنه الجاي رح اطلع الجمعه بقى مش السبت. لا هو الحقيقه يعني بيسالونا يوم السبت ده بيبقى يوم صعب جدا. ولسه يمكن كنت حد بيقول لي ان هو حرام حد هيخرج، فقلت له لا هو مش حرام، هو يعني هي دي الدنيا ولازم حد واحد بس اللي هيكسب. ونرجع ونقول ان هو اي حد هيخرج وصل لمرحله اوريدي، يعني في ناس كتير قدامها سنين طويله عشان تعرف توصل للمرحله اللي هم وصلوا لها. وفعلا زي ما احلام قالت، هم اوريدي بنوا فان بيس، يعني اوريدي في ناس بتسمعهم وبتحبهم وعلى تويتر وعلى خلاص، يعني فهم في مرحله كويسه جدا. والحاجه اللي انا بقولها لهم ان هم يفكروا ان لو النهارده اخر يوم في ايدل، لازم يفكروا ايه الستيب اللي بعد كده، يبتدوا يشتغلوا على الشغل الاوريجينال بتاعهم، عشان انا بقول لهم ان في ناس كتير جدا مستنيه شغلهم. بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انا بس اسمحوا لي انتهز هاي الفرصه، سوري يعني، انه ابارك لراغب علامه وبقول له انك تستحق وتستاهل. شكرا. الف مبروك على لقب سفير. يعني ان شاء الله، واهلا وسهلا في الموجودين. شكرا لك. شرفتونا. شكرا. تفضل راغب. دورك. انا ما شايف الموضوع مأساوي ابدا. انا دائما متفائل وبقول لهم المرحله اللي وصلوا لها كالعاده وصلوا لمرحله كثير مهمه. 3 يلي حيغادرنا حيبلش حياه جديده بالفن، ومش حياخد شهره اكثر من اللي اخذوها. الناس كلهم حبتهم وعرفتهم وشافوهم. بدنا نحترم التصويت اللي اخذوه من الجمهور، ونحن بقيوا ولا راحوا هن بقلبنا. واللي حياخد لقب أرب آيدل حيكون الجمهور هو اللي اختاره. والصبايا وزياد اللي هون مش بس الجمهور حضنوا، نحن كمان حاضنينه. هذا اللي بدي اقوله. شكرا يا راغب. وياخذوا النتيجه. مثل ما دايما بقول، بدي دايما الروح الرياضيه تكون مسيطره اكيد
عليهم، لانه هذا البرنامج فيه عرب ايدل واحد، وقال لك انه كلهم عرب ايدل. شكرا راغب. نانسي. يعني هيدا هو الجانب المري اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي، انه بحلقة اليوم بغدرونا ونحن تعودنا عليهم، بس صدقوني كل الموجودين هون كلهم مشاريع نجوم، وما في حدا اول وثاني وثالث، كلهم اوائل وكلهم عرب ايدل. شكرا نانسي، وشكرا لجنة التحكيم على آرائها المهمة. وصلنا للحظة الحاسمة، لحظة الحقيقة والنتائج. سلمى، برواز وزياد تفضلوا على وسط المسرح. سلمى، برواز وزياد. للأسف في 2 منكم هيغادرونا النهارده، بس عايز اقول ان الاسبوع اللي جاي مشترك واحد بس هو اللي هيغادرنا، يعني الفاينل هيكون ما بين 3 مشتركين، سلمى وبرواز وزياد. والله ما عارف اقول ايه. كلنا هنا في البرنامج، سواء اللجنه او احنا او الجمهور اللي موجود في الاستوديو او بره، ما حدش يتخيل البرنامج من غيركم. خلاص متعودين يشوفوكم. بس هنعمل ايه بقى؟ أنا عن جد مني قادرة أتخيل إنه 2 منكم رح يغادرونا الليلة. يعني كل ما عم فكر هلا أي 2 رح يغادروا، فكر بأسبوع الجاي قد ايه رح يكون في نقص بالبرنامج. فعلا تعودنا عليكم. انا مش هطول عليكم كتير، بس هطلب دلوقتي ان احنا نقول مين اللي هيكون في امان ويضمن استمراره في الاسابيع اللي جايه. مش انا اللي هقول الاسم، عشان بصراحه يعني لو هي حتى فرحه للشخص اللي هيتقال اسمه في منطقه الامان، بس هتكون صعبه وصدمه على الاثنين التانيين، فانا مش هقدر اقولها، فانا ممكن تقولها. يعني أنا هلا لازم أعلن اسم الفائز، بفهم منك أحمد، وبالتالي مباشرة رح نعرف مين الاثنين يلي رح يغدرونا. اللي نال نسبة تصويت أهلته إنه يستمر بالمنافسة ويقرب خطوة من اللقب. زياد خوري، مبروك. برواز وسلمى للأسف مش لكم، وطبعا تركت بصمة خاصة بقلوبنا وبقلوب الجمهور يلي عم بيشوفكم واللي عم بيتابعكم. مبروك زياد. سلمى وبرواز اكيد يعني هنفتقدكم في البرنامج. ودلوقتي خلونا نشوف اجمل اللحظات اللي عاشها برواز وسلمى في البرنامج. سلمى رشيد من المغرب، 18 سنة. عرب ايدل حلم بالنسبة لكل شخص عنده موهبة حاب يشاركها يعني مع الجمهور. أول ما دخلت يعني قدام لجنة التحكيم وفي أول تجربة أداء ليا، بسمة راغب علامة يعني أعطاني واحد الحماس أنني نغني، ومع أنني كيف ما قلت كنت متوترة بزاف. عندك 4 عيال هيك بسوي. الحمد لله توفقت وخديت 4 أخت. أحسن لحظة بالنسبة لي هي اللحظة اللي اختارني فيها راغب علامة. أنا بختار سلمى.
انني نطلع نغني ونأدي اغنيه يا مسهرني قدام الجمهور قدام لجنه التحكيم. يسافر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكره. وايضا من افضل اللحظات من اللي وصف الفنان محمد منير صوتي بالصوت الثوري النادر في العالم العربي. شكرا بزاف، واكيد يعني كلامك على راسي. ابشع لحظه هي لحظه التصويت، هي لحظه الوقوف في الخطر انا واعز صديقات عندي صابرين وحنان. شيء صعب انك تنافسي مع اخواتك في نفس الوقت. أول حاجة كنحب نشكر عائلتي اللي بكل صراحة يعني وقفوا جنبي وساندوني أنني نوصل لهذه المرحلة، وأكيد الجمهور اللي شجعني واللي صوت ليا، ونقول لهم أنني كنتمنى أنني يعني نبقى ذكرى جميلة بالنسبة لكم، نكون يعني دخلت شوية لقلبكم. يكفي أنني لي الشرف أنني غنيت فوق خشبة مسرح عرب أيضا. من برواز حسين لكردستان عراق. ليكم روجي عرب ايدل حتى استا من زور مرتاحم وزور شتي مهم استفادة من ليكردوا زور رجاليان راهاتون. بالنسبة لقصة كردن بعربي بو من توزك جرانا بيوستا فير بعربي. عم تفهم علي؟ ايوه كده يا اختي. جوانترين روجي من لخلال عرب ايدل كومبو نتيجة كاني برواز حسين وجوانترين كاتيش او بولا لايمن كجوران هاتا لايمن كدمك بنم بيني بو زور مبير ذكر. بلام لخلالي عرب ايدل زور لبرادرة كان منيان تواني برنامج عرب ايدل طواب كان بونمونا فرهنگ هايدي مريم ميرنا نورهان قران كاريا كبل جياني من ديك الله يملا غيري كرتبه بس زور بيم خوش بو ان شاء الله زياتر بيم ديك ما زياتر بقوة رجبه ان شاء الله. عرب ايدل امني ناسان بهمو الدنيا لا عرب ايدل فيري اوبوم كا وقت زور جرينجا فيري اوبوم ايش كم زور بسريعي زور سباسي عرب ايدل دكم زور خوش حال من قليان وعرب ايدل قتل بيرناكم.